بسم الله، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل سلطه بابا غنوج بطريقه سهله جدا في وقت قليل وبمقادير بسيطه. نروح اول حاجه للمقادير. اول حاجه بتنجانيه، ليمونه، علبه زبادي، فصين توم مطحونين، عودين بقدونس برضو متقطعين قطع صغيره، ملح وكمون حسب الرغبة. يعني أنا بحط نص معلقة صغيرة ملح وبرضو كده كمون، نص كوباية طحينة، وعندنا في الآخر بنرش رشة زيت زيتون ورشة شطة. أول خطوة معانا هنشوي البتنجانية، بس قبل ما نحطها على البوتاجاز هنحاول إن احنا نخرمها خروم في كل الاتجاهات. بعد ما خرمنا البتنجانة من كل الاتجاهات هنحطها على النار. ممكن نحطها على النار كده بشكل مباشر دايركت كده، ممكن نحطها على شياطة. هنسيبها حوالي 5 دقايق على كل جنب، وبعد كده هنقلبها. كده اتشوت من على كل الجوانب، طفينا النار عليها. هنسيبها تبرد يعني حوالي 10 دقايق كده ونرجع لها. بعد ما سيبناها حوالي 10 دقايق زي ما قلنا نفرغ بقى محتوياتها او نقشرها. كده قشرناها تمام، نبتدي بقى نهرسها. احنا خلاص قشرنا البتنجانية و فضينا المحتويات بتاعتها، القلب بتاعها. هنبتدي نهرسها، ما تتهرسش على الاخر. وبرضو في ملحوظه مهمه ان احنا نحاول ان احنا لو حسينا انها سخنه ما نفضيش او ما نبردهاش بالميه، عشان ريحه الدخنه بتاعتها دي هي اللي بتدي اصلا الطعم الحلو للشوي وللبابا غنوج. بعد كده هنحط بقى عليها الاضافات، الزبادي، كده بنحط الطحينه، بعد سلطه الطحينه هنضيف الثوم والبقدونس، ونضيف التوابل بتاعتنا، الملح والكمون. بعد كده بنعصر الليمون، احنا كده قلبناها حوالي 5 دقايق. هننقلها بقى في الطبق بتاعنا. ادي طبق البابا غنوج، ممكن نضيف عليه بس رشة زيت زيتون. اللي برضو ما عندوش مشكلة مع الشطة ممكن برضو رشة شطة على حسب الرغبة، رشة صغيرة. ادي كده الشكل النهائي بتاع طبق البابا غنوج بتاعنا. ألف هنا.